في الجزء الأول في قصة سيدنا آدم وحواء، وقفنا عند لما ربنا تاب على آدم وحواء ونزلهم الأرض. لكن الأرض غير الجنة، تعب وشغل عشان يوفروا أكلهم وسكنهم، وربنا رزقهم بأولاد وبنات كتير. وكنا عايزين نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. يلا بينا نشوف ايه اللي هيحصل لآدم وحواء على الأرض. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات ونعمل لايك واشتراك في القناة وإعجاب على الفيديو. ويلا بينا نبدأ. يا ترى ايه اللي حصل لسيدنا آدم وستنا حواء؟ سيدنا آدم عليه السلام نزل الأرض مع حواء. الأرض غير الجنة خالص. في الأرض آدم هيسعى وهيشتغل، وهتبقى الحياة فيها تعب. بس مين نزل معاهم؟ نزل معاهم إبليس، العدو اللي بقى واضح ليهم. حواء كانت بتولد كتير، وكل مرة تولد فيها توأم ولد وبنت، وخلفت ولاد وبنات كتير. في كل مرة حواء تولد فيها ولد ومعاه بنت في بطن واحدة، وبعدين ولد وبنت تانيين في بطن واحدة، وفضلت كل ما تولد ولد وبنت في بطن واحدة. سيدنا آدم كان بيعلم أولاده تعاليم ربنا وأوامره، وبيحذرهم من الشيطان. بس طبعا ما كانش في حد على الأرض غير سيدنا آدم وحواء وأولادهم. طب دلوقتي آدم وحواء عندهم أولاد وبنات كتير، هيتجوزوا منين بقى؟ وقتها ربنا أمر إن كل ولد هيتجوز من البنت اللي اتولدت مع الولد التاني، والبنت التانية تتجوز الولد الأولاني. يعني ما ينفعش توأم يتجوزوا بعض. ازاي هيتجوزوا بعض وهم اخوات؟ ده كان دينهم وقتها وأمر ربنا ليهم ساعتها، لأن مفيش غيرهم على الأرض. ما كانش في حد ربنا خلقه خالص غيرهم. إنما دلوقتي ما ينفعش، وربنا قال لنا إنه حرام أخ وأخت يتجوزوا. قابيل ده كان الأخ الأكبر، واتولدت معاه بنت جميلة. هابيل ده كان الأخ الأصغر، واتولدت معاه بنت أقل جمالا. هي كانت جميلة برضه، لكن التانية كانت أجمل منها. 1 2 3. طب المفروض كده قابيل 1 2 3. طب المفروض هابيل كده هيتجوز مين؟ يتجوز البنت الأجمل اللي هي توأم قابيل. لكن قابيل مرضيش وقال أنا هتجوز البنت اللي اتولدت معايا، أنا هاخد الأجمل، مع إن المفروض اللي يتجوزها هابيل مش قابيل. فراحوا لسيدنا آدم عشان يحكم بينهم، فقال لهم قدموا قربان لربنا. طب المفروض هابيل كده هيتجوز مين؟ يتجوز البنت الأجمل اللي هي توأم قابيل. لكن قابيل مرضيش وقال أنا هتجوز البنت اللي اتولدت معايا، أنا هاخد الأجمل، مع إن المفروض اللي يتجوزها هابيل مش قابيل. فراحوا لسيدنا آدم عشان يحكم بينهم، فقال لهم قدموا قربان لربنا. طب يعني إيه يقدم قربان؟ يعني يقدم حاجة يتقرب بيها لربنا، واللي ربنا هيتقبل منه هو اللي هيتجوز البنت توأم قابيل. هابيل كان بيشتغل في رعي الغنم، وعنده خرفان كتير. هابيل فضل يشوف مين أحسن خروف عنده، لقى خروف سمين وتخين وقوي، فقال لنفسه ده هيكون القربان اللي هقدمه لربنا، ده أحسن حاجة عندي. وقابيل كان بيشتغل في الزراعة، وفضل يدور ايه الحاجات اللي هو مش محتاجها، اللي ما تلزمهوش ومش عاوزها. فخد أسوأ حاجة مزروعة عنده وقال في نفسه هو ده اللي هقدمه. راح هابيل وقابيل وكل واحد معاه القربان بتاعه، وكل واحد حط القربان بتاعه. طب هيعرفوا ازاي ان ربنا تقبل منهم؟ انه هتنزل نار تاكل القربان، وده هيبقى علامة ان ربنا تقبل القربان ده. هابيل حط القربان بتاعه فأخدته النار، وقابيل حط القربان بتاعه فربنا ما تقبلش منه. وليه ربنا ما تقبلش من الاتنين وتقبل من هابيل بس؟ ربنا تقبل من اللي قدم أحسن حاجة عنده، اللي قلبه خاف من ربنا واختار أحسن حاجة يقدمها لربنا. وهابيل دور على أحسن حاجة عنده يقدمها لربنا، إنما قابيل اختار اللي مش عايزه عشان يديه ربنا. هو لو حد جالك وقالك أنا جعان وعاوزين نأكله عشان نرضي ربنا، نحط له بواقي أكل ولا أحسن أكل؟ طبعا هنحط له أحسن أكل.
طب لو حد غلبان وعاوزين نديله هدوم، نديله هدومنا المقطوعة القديمة ولا نديله هدوم جميلة؟ طبعا نديله الهدوم الجميلة. أول لما قابيل شاف ربنا ما قبلش قربانه، اتغاظ وقلبه اتملى حقد وحسد لأخوه، وقال له أنا هقتلك. فرد هابيل عليه، قال إنما يتقبل الله من المتقين. يعني أنت متغاظ وهتقتلني ليه؟ ربنا عارف قلب كل واحد، وبيتقبل من اللي بيخافه وعاوز يرضيه. لكن قابيل كان الحسد والحقد مالي قلبه، ومش عاوز يسمع أي كلام ولا نصيحة، ولا عاوز كمان يصلح اللي عمله. كل اللي بيفكر فيه إنه يقتل هابيل. لكن هابيل رد وقال له لئن بسطت إلي يديك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. يعني لو أنت حاولت تقتلني أنا مش هحاول أقتلك، لأني بخاف من غضب ربنا. هابيل ما كانش ضعيف، هابيل كان جسمه قوي جدا ويقدر يقتل قابيل، بس قاله إنه بيخاف ربنا ومش هيعمل حاجة يغضب بيها ربنا. هابيل كان بيقوله انت كمان يا قابيل لازم تخاف من ربنا قبل ما تفكر تأذيني. قابيل نفسه اتملت غل لأخوه، مش بيفكر غير في قتل هابيل أخوه بس. فهابيل فضل يفكر أخوه بعذاب ربنا وقاله إنه هيشيل ذنب على ذنبه، وهيبقى مصيره النار لو فكر يأذيه، وما فكرش يخاف من غضب ربنا. لكن قابيل لسه مصمم على قتل هابيل، واتجوز هابيل البنت الجميلة وقابيل البنت الأقل شوية صغيرين جمالا. قابيل فضل يكبر في قلبه الحقد على أخوه لغاية لما الحقد ملا نفسه كلها، واتملت نفسه أكتر بفكرة قتل أخوه. لغاية ما في يوم من الأيام كان هابيل نايم، فقابيل جاب صخرة وراح عند أخوه وضربه على راسه بالصخرة وقتله ومات. قابيل افتكر إنه لما يقتل أخوه هيروح الغيظ اللي في قلبه، لكن بقى هو الخسران. هابيل مقتول وقابيل قاعد جنبه مش عارف يعمل ايه. أول مرة حد يموت على الأرض، ما ينفعش يسيبه كده، بس مش عارف يعمل ايه. فربنا بعت غراب بيحفر في الأرض. ليه؟ عشان يوريه ازاي يدفن أخوه. قابيل شاف الغراب بيدفن غراب تاني، فقابيل حس بالندم إنه حتى مش عارف يعمل زي الغراب، ومش عارف يداري جسم أخوه اللي قتله، وحس بالندم وإن عقله أقل من الغراب. قابيل حفر زي الغراب معلمه ودفن أخوه. قابيل ساب نفسه لحسدها وغيظها من غير ما يصلحها، فكبر الغيظ في قلبه قوي، وبقى سهل عليه قوي إنه يقتل أخوه. قابيل كان فاكر إنه بعد ما يقتل أخوه هيفرح عشان انتصر عليه، لكن بعد ما عمل اللي هو عاوزه محسش لا بانتصار ولا بفرحة. ما بقاش عنده غير إحساس بالندم والحسرة والخسارة. طب إيه اللي هيحصل بعد ما سيدنا آدم يعرف إن هابيل اتقتل؟ سيدنا آدم هيحزن جدا وهيزعل قوي هو وستنا حواء. سيدنا آدم كان بيحب قوي هابيل لأنه كان ابن صالح ومؤمن، وبيسمع كلام سيدنا آدم وبيسمع كلام ربنا، وكان بيعمل كل حاجة سيدنا آدم علمها له عن ربنا. فضل سيدنا آدم زعلان قوي على موت هابيل، لحد ما في يوم من الأيام حواء حملت وجابت ولد وبنت في بطن واحدة. سيدنا آدم قال أكيد إن ربنا هيعوضه عن هابيل، وهيبعت له الولد ده عشان يكون مؤمن وصالح ويسمع كلامه وكلام ربنا. فسمى الولد ده ايه؟ سماه شيس. يعني ايه شيس؟ يعني هبة الله، يعني عوض من ربنا، يعني هدية جميلة قوي من ربنا. ربنا بعت شيس لآدم وحواء عشان يعوضهم عن موت هابيل وزعلهم عليه. شيس كان بيسمع كلام سيدنا آدم وحواء، فسيدنا آدم فضل يعلم شيس أوامر ربنا، علمه كل حاجة ربنا علمها له، وقاله على كل الأسماء اللي ربنا علمها لسيدنا آدم. كان بيعلمه ليه كل حاجة عشان يعلم كل الناس اللي هتتولد من بعده. عاش سيدنا آدم سنين كتير كتير قوي، عاش لحد ما شاف أولاده وأولاد أولاده وأولاد أولاده. إيه ده؟ هو عاش كام سنة؟ عاش 1000 سنة. سيدنا آدم كبر قوي، خلاص كان قرب يموت، فقال للشيخ أنا هوصيك وصية.
لازم تعملها. قال له: يا شيث، أنا عايزك تعلم الناس الخير وتبعدهم عن الشر، وتعلم الناس إنهم يحبوا ربنا ويعبدوه، ويبعدوا عن الشيطان وما يسمعوش كلامه. بس سيدنا آدم حذره من حاجة، حذره إنه ما يقولش القبيل إنه هيخلي الناس تعمل الخير وتبعد عن الشيطان. ليه ما يقولش القبيل؟ عشان قابيل كان حسود وهيقول اشمعنى شايس اللي يعلم الناس وأنا لأ. وفي يوم من الأيام سيدنا آدم تعب قوي، وقال لأولاده إنه نفسه في فاكهة الجنة. أولاده راحوا عشان يطلبوا فاكهة الجنة، فالملائكة قابلتهم، قالت لهم: ما تريدون وما تطلبون؟ انتوا عايزين ايه؟ أولاد سيدنا آدم قالوا لهم: إن أبونا تعبان ونفسه في فاكهة الجنة. فالملائكة راحت لسيدنا آدم وقعدت حواليه لحد ما سيدنا آدم مات. طب مين اللي دفن سيدنا آدم؟ اللي دفن سيدنا آدم الملائكة. فربنا خلى شيث بقى نبي بعد آدم على طول، وبقى يعلم الناس الخير وطاعة ربنا، ويعلمهم الصح والغلط والحلال والحرام. وبعد سنة من موت سيدنا آدم ماتت كمان ستنا حواء. شيث بنى الكعبة بالحجارة والطوب والطين، وفضل يعمل حج وعمرة كتير في مكة. كان شيث وقومه ساكنين في الجبال. يعني ايه قومه؟ يعني الناس اللي بتسمع كلامه وكلام ربنا اللي علمهوله وسيدنا آدم علمهوله. وقابيل وقومه كانوا ساكنين السهول. شيث قال لقومه إنهم ما يختلطوش بقوم أخوه قابيل وما يقربوش منهم خالص. بس يا ترى بقى هيسمعوا كلام شيث ولا لأ؟ لو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل، تابعوا الجزء الثالث من سلسلة قصص الأنبياء. وبكده يكون الفيديو بتاعنا النهاردة خلص. ما ننساش نصلي على النبي في التعليقات، ونعمل لايك واشتراك في القناة ونفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.